ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهارده بقى معانا فلوج جميل قوي قوي هيعجبكم ان شاء الله. واتمنى يا جماعه اللي ما راحش التجربه اللي انا رايحاها ديت، بجد خدوها، تجربه جميله جدا وهتغير في نفسيتكم ونفسيه ولادكم، هتعجبكم قوي قوي. شوفوا بقى احنا كده رايحين فين، خمنوا كده قبل ما اقول لكم. احنا كده يا جماعه راكبين ورايحين مدينة 6 أكتوبر، ورايحين النهاردة رحلة جميلة جدا وهتعجبكم وفلوج حلو. بس أتمنى منكم ان انتوا تعملوا لي لايك للفيديو الحلو ده، وتكتبوا لي رأيكم فيه، واللي راح يقول لي ان هو راح، واللي ما راحش يقول لي ان هو ان شاء الله هيخطط في الخطة الجاية المستقبلية بتاعته ان هو هيروح المكان الجميل ده، لان هو فعلا جميل ويستاهل مننا ان احنا لازم نروح ونشوفه ونخوض التجربة ديت. تجربة جميلة جدا لنا ولولادنا. شايفين كده البعيد ده؟ ده مول مصر يا جماعة، مول مصر في 6 اكتوبر. مول مصر جميل جدا، ممكن تقضوا يوم كامل فيه، تتبسطوا وتستمتعوا انتوا وولادكم وما تزهقوش خالص. بس لو انتوا رايحين المول وهتخوضوا التجربة اللي احنا هنخوضها النهاردة، بنصحكم انكم تروحوا بدري. يعني يا جماعة، هو المكان بيفتح من الساعة 10، حاولوا ان انتوا تكونوا متواجدين الساعة 10، او ما تتأخروش عن الساعة 12 او 1 بالكتير جدا، وواحدة ده كمان تبقوا انتوا متأخرين. خاصة في شهر 7. أنا في شهر 7 اللي احنا فيه ده، لأن بصراحة انتوا عارفين يعني احنا في أجازة وكده، وفي ناس كتير بتخطط ان هي تروح تتفسح من مصر يعني في المكان ده. وطبعا في اخواتنا العرب بييجوا مصر طبعا، وبيبقوا مثلا من ضمن يعني خططهم في الفسحه يعني وكده ان هم يروحوا مول مصر، لانه بجد يستاهل مننا اننا نروحوا يعني. وخاصه لو خدتوا التجربه اللي احنا هناخدها النهارده ان شاء الله. فزي ما بقول لكم كده، حاولوا ان انتم ما تتاخروش عن كده عشان تقدروا تستمتعوا، لان يا جماعه بعد الساعه 4 المول مصر ده بصوا بيبقى زحمه، بصوا زحمه زحمه جدا، زحمه موت يعني. اللي هو ما يعني ما فيش مكان كده بمعنى اصح تحطوا رجلكم فيه. فلو رحتوا بدري تقدروا مثلا تتجولوا في المول براحتكم، وتخوضوا التجربة اللي احنا هنخوضها النهاردة بدري. بعد الساعة 4 الوضع بيبقى صعب جدا، والدنيا بتبقى زحمة ومش بيبقى يعني احسن حاجة بصراحة يعني. بتبقى زحمة، لو عايزين تاكلوا وتخشوا مطاعم ما بتلاقوش كرسي تقعدوا عليه، ولا ما تلاقوا مكان اصلا تقفوا فيه، والمكان مول من جوه بيبقى زحمة جدا. ما شاء الله، مصريين واخواتنا السعوديين واخواتنا الليبيين. انا شفت صراحة سعوديين، اخواتنا السعوديين ما شاء الله كانوا كتير جدا في اليوم اللي انا كنت موجودة فيه ده. ان هم طبعا وقت الاجازه بتاعهم، فهم بيبقوا حاطين مثلا من خططهم ان هم مكان زي ده. المكان بصوا، الوقت اللي انا مصوره فيه كده المول ده يا جماعه، كنا تقريبا في حدود الساعه 11 او 12 بالكتير. كانت الدنيا هاديه. بصوا بقى بعد الساعه 4، يا نهار ابيض، لا الدنيا كانت صعبه جدا وما كان صعب الوضع، كان صعب يعني. ف انا واخدتكم جوله يعني سريعه كده في المول، وما قدرتش اصور بصراحه جوه المول اكتر من كده، لان وانا بصور الامن اللي شغال في المول قال لي يعني بلاش تصوير فيديوهات عشان خصوصيه الناس يعني وكده. صوري صور عادية يعني ليكوا او كده يعني، لكن فيديوهات يعني بلاش عن خصوصية الناس. فانا يعني عملت لكم، هي جولة كانت بسيطة جدا، وطبعا انا احترمت رأي الامن عشان خاطر الخصوصية فعلا بتاع الناس. مع ان احنا يعني في يعني في السوشيال ميديا يعني بقت الموضوع بقى عادي وكده، بس عشان خصوصية الناس فانا احترمت طبعا رأيه. بصوا موجود كل حاجة انتم محتاجينها في المول، حاجات بصوا ادوات منزلية، حاجات جميلة. في حاجات زي كيدز اريا كده للاطفال، ان انتم دي كده زي كيدز اريا بتحجزوها وكده. بس احنا صراحة ما دخلناهاش، لان احنا كنا مركزين الاول على التجربة اللي احنا هنخوضها. فلان صراحة التجربة احنا كنا هنخوضها ما كناش مفكرين اصلا ان هي هتاخد مننا الوقت الكبير ده، ان احنا يعني هنقضيه يعني فيها. بصوا ده مكان كده، دي منطقة المطاعم يا جماعة، في يعني صالة جوه مكيفة، والمكان ده مش مكيف محطوط يعني موجود برضو في منطقة المطاعم. جميل جدا، بس صراحة ما يعني مش اي حد بيقعد فيه، اللي بيقدر يستحمل حرارة الجو يعني، لان هو مش مكيف منك للسما كده.
بس عجبني المكان جدا وما شاء الله جميل قوي. و... وزي ما انتوا شايفينه كده ما شاء الله المكان جميل. المكان جميل كده ومرتب ومنظم، وشايفين الخضرة اللي فيه صراحة ونضيف جدا. ما شاء الله المول كله اصلا نظيف ومهتمين بالنظافة فيه. ودي حاجة جميلة جدا وعجبتني جدا في المول. والمول ما شاء الله كبير ويستاهل فعلا ان احنا نروح ناخد التجربة فيه يعني. النهارده بقى ايه، مش هطول عليكم واقول لكم على التجربه اللي احنا خضناها يا جماعه. احنا رحنا القطب الشمالي في مصر، والله زي ما بقول لكم كده القطب الشمالي. انتوا عارفين بقى ان مول مصر، او اللي مش عارف ان مول مصر فيه يا جماعه سكاي ايجيبت، التزحلق يعني على الجليد. اعتقد هو موجود في مول مصر وفي سيتي ستار. فاحنا رحنا بقى اللي في مول مصر يعني وكده، وصراحة جميل جدا واستمتعنا. ولو انتوا هتروحوا يا جماعة مول مصر وحابين تتغدوا هناك في منطقة المطاعم، او هتخشوا سكي ايجيبت زينا كده، ف بنصحكم ان انتم تنزلوا ابلكيشن وفرها. ابلكيشن وفرها هيساعدكم كتير جدا. بصوا احنا كده قبل ما ندخل خالص من بره، واحنا كده رايحين خلاص على سكي ايجيبت، فاهمين؟ واحنا كده من بره رايحين على المكان. بصراحة هو يعني خطواته كتيرة وبتحتاج وقت ومننا وكده. ف فزي ما بقولكم كده نزلوا ايه ابلكيشن وفرها. ابلكيشن وفرها هيساعدكم كتير جدا في المطاعم، بيبقى فيه عروض اكل. احنا يا جماعه هو دخلنا سكي ايجيبت ده في المدخل في القطب الشمالي، بدايه القطب الشمالي. وطبعا بتغيروا اللبس بتاعكم وبتلبسوا طبعا حاجات، لان الجو بيبقى برد جوه كانكم رحتوا كندا كده، والله والله العظيم. وبيبقى لكم مشروب سخن. واحنا نزلنا ابلكيشن وفرها. التذكره سعرها تدفعوها يعني 550، بس لو نزلتوها من على ابلكيشن وفرها ب 440 تقريبا، بتوفروا 100 جنيه او 90 جنيه. وده كده يا جماعه سكي ايجيبت تجربه جميله جدا. حاجه بصوا، بس الجو كان برد ايه وليكوا على التذكره بتاعتكم ان انتم وجبه يعني وجبة مشروب سخن يعني، حابين تاخدوها قبل ما تدخلوا يعني تفصلوا في النص كده، تاخدوا مشروب سخن وتخشوا تاني براحتكم. وبيبقى لكم جوانتي ده من ضمن التذكرة، وشراب. دي حاجات ما بتستردش يعني، لان دي استخدامات شخصية. الحاجات اللي هي بتسترد مثلا اللي هي بقى ايه البنطلون واللبس اللي بيبقى لابسينه زي جاكيت كده وبنطلون على لبسكم عادي، عشان برودة الجو يعني وكده. وبيبقى فيها يا جماعه تذكره في اي بي. التذكره دي بيميزها اللي هو التزحلق على الجليد. والتزحلق على الجليد مش اي حد بيقدر ان هو يتزحلق على الجليد، لازم الاول بيتدرب وبعد كده يتزحلق، لان يعني الموضوع صعب مش سهل يعني، فاهمين؟ التزحلق على الجليد بيعوز ناس متمرنه كويس جدا جدا جدا. وتجربة جميلة جدا. ويا رب يعجبكم بقى الفلوج بتاعي. وما تنسوش بقى تعملوا لايك يا جماعة. لو ما اشتركش في القناة اشتركوا، عايزين نوصل 5000 مشترك. انا بحاول اعمل لكم فلوجات حلوة متنوعة. شايفين القطر الجميل ده؟ احنا ركبناه، اول حاجة ركبناها اول ما دخلنا كده القطب الشمالي المصري. وصراحة التجربة كانت جميلة جدا واستمتعنا بيها، والولاد استمتعوا بيها. كان الجو برد بقى ووشنا احمر وبصوا وكانت كانت حالتنا بقى انتوا عارفين طبعا احنا العرب يعني مش واخدين على البرودة الشديدة دي يعني وكده. كنا هنا بقى راكبين القطر كده. بصراحة تجربة جميلة جدا جدا جدا. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. وعايزين يا جماعة توصلوا لي 5000 مشترك، واتقوا على اللايك عشان والله يرفع الفيديو وخلوا ناس كتير تشوف. واكتبوا لي كومنت حلو منكم، اللي خد التجربة دي اكتب لي كومنت حلو منه. وهنا بقى يا جماعة كنا داخلين على منطقة البطاريق، بس في الوقت اللي انا كنت بصور فيه ده البطاريق ما كانتش موجودة. شايفين الناس ما شاء الله والاطفال. الوقت ده يا جماعة اللي انا بصور فيه ده اول ما وصلت ما كانش زحمة. بعد الساعة 4 كان الوضع صعب جدا جدا جدا. بس الحمد لله ده مكان البطاريق اهوت، اللي بيطلع منه البطاريق. هي ليها مواعيد بتخرج يعني وكده، والاطفال بقى يلعبوا ويتصوروا مع البطاريق. فزي ما بقول لكم نصيحة لله، حاولوا روحوا من بدري، لان بعد الساعة 4 الوضع كان صعب جدا يعني، كانت زحمة. بس الحمد لله على ما جت الساعة 4 كنا احنا يعني لعبنا بمعظم اللعب اللي موجودة، كنا استمتعنا وكده. لو كنا بقى رحنا بعد الساعة 4
كنا هنقف عند كل لعبة نلعبها، كنا هنقف طابور طويل مش اقل من ساعة ونص ساعتين عشان نعرف ناخد دور نلعب اللعبة. بس فانصحكم، دي حاجة انا بنصحكم بيها، ولكن التجربة جميلة جدا وممتعة ممتعة ممتعة لأبعد الحدود. فحاولوا يعني اللي ما جربهاش يجربها وهتعجبكم جدا والله، وده رأيي ويا رب يعجبكم. وزي ما قلت لكم عشان تقدروا ان انتوا توفروا ويعني وتستفيدوا بالعروض اللي موجودة هناك، نزلوا ابلكيشن وفرها هيساعدكم جدا في سعر التذكرة. ده اول حاجة. تاني حاجة، في المطاعم بيبقى فيه عروض بقى على الايس كريم وعلى اكل وحاجات كتيرة جدا في المطاعم، هتاخدوها برضو باسعار كويسة. كان في يا جماعة ايه، احنا كده كنا راكبين، بيبقى فيه زي سير كده كهربائي بتقفوا عليه، وهو بيطلعكوا عادي وبيتحرك بيكوا، تطلعوا بقى المكان اللي فوق بقى تلعبوا اللعبة اللي انتوا ايه حابينها يعني او عايزين تلعبوها. شايفين اللعبة دي زي عوامة كده وحاجة آمنة يا جماعة، ما تقلقوش يعني الدنيا أمان. والناس هناك صراحة يعني، في بعض الألعاب اللي هي بتبقى خطرة شوية، لازم كل حد يعني اللعبة دي مثلا لازم نركبها يكون طوله مثلا ما يقلش عن كذا كلام من ده. هم صراحة في حاجات أمن وسلامة كويسة، ما تقلقوش. والتزحلق على الجليد ده بصوا حاجة بصوا جميلة جدا، بس عايزة ناس متدربة كويس، لان بصراحة يعني الغلطة فيها بحاجة يعني مشكلة مش كويسة يعني. ممتع ممتع. عارفين لو وقفتوا هنا كده كام ساعة تتفرجوا على الولاد والشباب والبنات والستات اللي بيتزحلقوا، مش هتتبطلوا متعة. ناس ما شاء الله متدربة كويسة جدا وشاطرين وكده، مش اي حد صراحة ان هو يقدر ان هو يخوض تجربة التزحلق على الجليد دي، لازم يكون حد متدرب زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى التزحلق على الجليد ده ما كانش يعني موجودة من ضمن التذكرة، احنا ما اخترناهاش يعني وكده. دي بقى ايه التذكرة اللي بعد اللي احنا واخدينها اللي هي الVIP عشان التزحلق على الجليد، واحنا طبعا مش متدربين وما حدش فينا كان هيقدر يخوض التجربة ديت. ما تنسوش يا حلوين تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان اعمل لكم فلوجات حلوة كتيرة جدا. شايفين اللعبة اهوت، بيبقى فيه شاشة كده بيشرح لك فيها اللعبة ديت، لازم يكون طولك مثلا كذا وكده عشان تقدر تركبها. ما ينفعش مثلا اطفال صغيرة سنتين او 3 سنين، يعني بيبقى خطر وكده يعني. بيبقى معاه مثلا بابا او مامته، او اما ما بينفعش خالص الطفل ان هو يركب. لازم يعني الامن والسلامة ده مهم جدا يا جماعة. وانا صراحة جربت كل التجربات ديت وكانت جميلة جدا وممتعة، وكان يوم جميل واتبسطنا فيه جدا جدا. وطبعا يا جماعة لازم بتستلموا خوذة وتركبوا خوذة. برضو ديت الخوذة ديت من يعني من حاجات الامن والسلامة ان انتوا تلبسوها وكده، عشان ايه حفاظا على سلامتكم يعني وكده. زي بالظبط ما هو يعني شارح في الفيديو كده. وبصراحة بقى انا ايه خدت لكم يعني التجربة، صورت لكم من تجربتنا زي ما انتوا شايفين كده اهوت من التجربة بتاعتنا. صورت لكم يعني ايه زي مقاطع بسيطة يعني. الواحد بقى ما كانش قادر يصور يا جماعة، شايفين دول ولادي اهمت. الواحد بقى ما كانش قادر ان هو يصور بسبب بقى الجو برد، فمش قادر بقى يمسك التليفون بايديه من كتر البرودة اهوت يا جماعة. وانا اهوت بركب اللعبة. وطبعا لازم البس الخوذة عشان الامن والسلامة يعني وكده. واحنا نازلين اهوت شايفين، ما تقلقوش جميلة جدا وممتعة. الحتة السمرة دي بقى هي بقى بتصدوا بقى كده فبتوقفوا يعني. بصوا بقى شايفين بقى يا جماعة الكرة الكبيرة ديت،
جميلة جدا اللعبة دي برضو حلوة. واللي هو الشاب اللي هو واقف عند اللعبة ده، لما بتيجي تدخلوا يعني وكده، هو بيسألكم انتوا عايزينها تنزل تكون ثابتة ولا تلف بيكم تشقلبكم كده من فوق لتحت. كل واحد على حسب. انا ولادي ركبوا اختاروا ان هي تتشقلب بيهم، وانا اخترتها ثابته الصراحه يعني. ما حبيتش اتقلب جواها يعني. وجميله جدا وصراحه يعني اكتر حاجه عجباني الشباب اللي هم واقفين عند الالعاب ديت. شباب محترمين جدا جدا، وبجد والله العظيم يعني واقفين على خدمه الناس فعلا، وراحتهم ان هم يبسطوهم وكده يعني. شايفين؟ دي كده هتنزل، بص تشقلبوا من فوق لتحت اهو. اللي جوه يتشقلب في بقى، بتنزل بقى بينزلها بطريقة لو انت عايزين يعني تبقى نازلة ثابتة. شايفين بقى السير ده بقى بيطلع طلع بقى الكور الفاضية والناس تخش وهكذا. كان يوم جميل جدا وممتع. وطبعا بتلبسوا وتستلموا طبعا حذاء يعني يكون يمشي مع التلج عشان ما يحصلش محدش يتزحلق. فالدنيا امان يعني ما تقلقوش. بنوتة اللي ركبت ديت. يا رب بقى يعجبكم الفيديو بتاعي، ولو عجبكم اعملوا لايك وشيروا مع